زي ما قلنا. بزنس فاندامنتالز، طبعا كل البيزنس نفسه ككونسبت ليه فاندامنتالز اساسيه، فاندامنتالز كتير جدا. انا بس حاولت اجمع لكم اكتر حاجات تقدر هي تنفعكم. البرودكت والسيرفيس ذات فيتس ذا ماركت، ده اهم حاجه، ان يكون البرودكت بتاعك والسيرفيس طبعا فيتنج الماركت. في بعض الناس للاسف الشديد بتتغرب حاجات كتير جدا، بتبقى بتبني الفكره كلها بس مجرد انها عندها في دماغها بس او في خيالها بس، تبدا تعملها تسوق لها. طبعا دول بيخسروا بسهوله جدا يعني. الاوبريشنال افشنسي، فعندنا حاجتين. الاوبريشن نفسها ممكن تكون افيشنت، ممكن تكون افكتيف. احنا بنركز على الافشنسي، وكلمه افشنسي على فكره هتلاقوها موجوده معانا في سلايدز كتير جدا، من اهم الاشياء. افشنسي بالتعريف البسيط جدا ليها هو انك تحقق التارجت من الاوبريشن نفسه، هدف الاوبريشن نفسه باقل الكوست. يعني انت مثلا لو انت عندك بزنس تريب ولازم توصل مثلا من المنصوره لاسكندريه، عاوز توصل تعمل موعد الساعة 6، ممكن تروح الساعة 6 محضر نفسك بدري، واصل بدري بكوست 1000، وممكن تتزنق جدا فتقدر تاخد مواصلة مخصوصة او وات ايفر وتروح مواصلة ب 10000. في كلا الحالتين انت حققت التارجت، كلا الحالتين انت افكتيف، لكن انت في الحالة التانية مش efficient. فالافشنسي معناها streamline internal process to maximize الاوتبوت، يعني نحصل على اكتر شيء من الاوبريشن نفسها بمينيمم ويست او مينيمم كوست. من البيزنس فاندامنتال زي ما قلنا، البيزنس فاندامنتال كتير جدا. اول حاجه البرودكت او السيرفيس يكون فيتنج السوق. الاوبريشنال افشنسي اتكلمنا عنها. الكونسيستنت ريفينيو ستريمز establishing predictable income channels to provide financial stability and support long term planning. It's very important انك انت تكون عندك كونسيستنت ريفينيو ستريم، عندك دخل ثابت. البيزنس بيعمل لك دخل ثابت في طول الوقت. ليه بيبقى مهم جدا عندنا دخل ثابت طول الوقت؟ عشان بناء على الدخل الثابت هنقدر نحدد مصروفاتنا ونقدر نحدد الجروث بتاعنا في نفس الوقت. اما إن بعض الناس تعمل البيزنس بيعمل بيعمل زي هيكبس او بيكون زجزاج، دخل فلوس مش ماشي على بلان، مش عارف انا هيدخل لي فلوس امتى، مش هقدر اعمل بريدكشن حتى للجروث. فبيجي على احيانا كده، احيانا كتير جدا بيكون. بديكم امثله مثلا زي شركات الشحن مثلا في الاعياد. بيكون صعب جدا طبعا في العيد، ضغط مش طبيعي، لخبطه كتير جدا، بفقدوا عملاء كتير جدا، والاخر ناس كتير جدا منهم او سيرفيس كتير جدا بتطلع منهم خسرانه في الاخر. بيلدينج ريلايبل سيستم ديفينتلي، لازم السيستم بتاعتك يكون بقدر الامكان بتعمل له زي كليرنج من كل الاوبستكلز اللي فيه، بحيث يصل البيزنس سكيلينج اب يكون فيري سموث. في بعض الكودز حطيتها لكم بريسيشن كمان، الكودز الرئيسيه المفروض احنا نعرفها الاساسيه في البيزنس. اخترت طبعا هي كتير جدا، طبعا اخترت بعض الحاجات اللي دايما تسمعها دايما. الباريتو لو 80% of the results often come from 20% of the causes of the efforts. يعني ركز دايما على ال 80 20 رولز، تسمعوا دايما اسمها 80 20 رولز. يعني قليل من الناس اللي عارف انها باريتو لو. 80% من البيزنس بتاعك بيجي من 20% من الكاستمرز. 80% من الماركت من الماركتنج ريزلت او الار اي اللي بيجي من الماركتنج اكتيفيتيز بيجي من 20% من الاكتيفيتيز. ده بيخلينا ما نركزش على كل حاجه ونتعلم نركز على ال 20% اللي هتكبر لنا ال 80%، تماكسمايز ال 80%.